ام مرتضى، قولي يا ام مرتضى. ام مرتضى. ام مصطفى. ام مصطفى، اتفضلي يا ام مصطفى. معلش. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسترك يا اختي. انا من معشقينك. ده شيء انا عندي يشرفني. مشكله، قولي. انا بحب جوزي فما تتخيل، ومعايا منه 3 عيال. بالراحه بقى، بالراحه عشان نهدى. هو النهارده يوم البكا والدموع. معلش. طب قولي بس. وبعدين عرف واحده على النت. لا مش على النت، هو صعيدي. على النص. اتعرف عليه بقاله سنه على النص وانت بتحبيه، عشان انت بتحبيه بقى. غيرانه غير موت. ايوه. وخايفه لا يتجوزها ولا اتجوزها فعلا؟ ايوه. لا لسه ما اتجوزهاش. بس هيتجوزها على العيد؟ مش عارفه. ما قال لك يعني انت مهتميه بيها قوي للدرجه دي؟ ايوه. سؤال صغير، بياخد مرتبه بيروح يدولها ويسيبكوا جعانين؟ لا. طب انت بتحبيني وتسمعي كلامي؟ ايوه. نظفي ولادك وبيتك واطبخي وتهني، ومالكيش دعوه باللي بيحصل بره البيت ابدا. تدخلي الجنه وربنا هيجيب لك السعاده، ولا هو متجوز ولا منيل. كان جوزك عنده مصنعين يا ام مصطفى؟ يعني مستوره الحمد لله. لا لا لا، يعني مصنعين. بس اصبري عليا. يعني عنده مصنعين والتالت بيبنيه؟ لا. طيب معاه 3-4 مليون متوفرين على جنب؟ لا لا لا. يقدر يجيب شقه ب 750,000 ويوضبها لغايه لما يوصل مليون؟ لا لا. بيتدلع. بيتدلع. اتدلعي انت كمان، تملي عينه يا اختي حاجه. وبعدين عايز اقول لكم ده دين بقى، دي مش ماي ادفايس تو يو، لا ده الدين يا بنت، مش نصيحه. الدين لا ياما، الدين مالكيش دعوه باللي بره الباب. بيتك يبقى اطيب بيت، وصحتك تبقى اطيب صحه. هو يعمل الغلط. بالمناسبه برضو، بمناسبه تليفوني بقى اللي جايب لي وجع القلب ده زياده، في حد تقول لي حضرتك قلت مش عارف ايه. طب ومشاعرها يا بتوع المشاعر؟ اعرفوا حقيقه المشاعر. حقيقه المشاعر. اديكم مثال في الحياه الزوجيه. مش من المروءه ان الراجل يعني يهين مشاعر مراته، انه يتكلم مثلا في التليفون وهي قاعده، يكلم واحده فيقول لها يا اللي عمري ما شفت زيك، ولا ربنا كتب لي حد في طريقي بجمالك. يهين مشاعرها كده، او قدام الجيران يشتمها، او يطلع سرها بره. مشاعر مين بس؟ انتوا مش فاهمين حاجه. انتوا مش فاهمين. احنا بندخل السمك على اللبن، على الزفت، على القطران، كله على بعضه معجنه، وما بنضربوش في خلاط، لا بنحطه على دماغنا من فوق. مشاعر لازم نعرف يعني ايه مشاعر. من شعره. حلو قوي. طيب على الشمال في الكهف، لما ربنا يقول ولا يشعرن بكم احدا، يعني وليتلطف، يعني يمشي خفيف كده عشان ما حدش يشعر بيه. في اجمل من كلام ربنا عشان نفهم معنى الكلام اللي بنهببه ونطلعه في ضوءه؟ الراجل اللي يعمل حاجه ولا تشعر بها زوجته، يبقى ما جرحش مشاعرها ولا حاجه. هو ما خلاهاش تشعر. مشاعر. هو ما خلاهاش تشعر، وذنبه على جنبه. خلاها تشعر. قليل الادب. وقع كل شويه يسمي بدنها. ده انا هجيب فرع وانت في سوق النسوان تسوي 4 جنيه الا ربع. فاهمين؟ ده قليل الادب. ونصلحه ونوجهه ونأدبه ونعلمه. لكن زي ما قلت، يتجوز بره، يعمل غلط بره، ربنا هيحاسبه. ما تحاوليش انت تشعري. موبايل تفري، لحظه تهببي، بتدوري على النكد ليه؟ ليه؟ البيئة اللي بره ده مطيع هيدخل الجنه من غيرك لو انت فسدانه مش هتشوفيها، وهيدخل النار من غيرك لو انت مطيعه ومحترمه ودخلت الجنه. بتشيلوا انفسكن ليه؟ هما على هم وجلبا للنكد ليه؟ هنقول العمايل اللي تعمليها دي وما يجيلك السل والسكر والضغط، هيتجوز ونص وثلاث ارباع يقول دي بقى جلده، تحمد ربنا اني باكلها. اهتم بصحتك اهم منه عشان تعبدي ربك.